أهلا بكم. النهاردة بنلقي نظرة معمقة على المصادر اللي وصلتنا واللي بترسم صورة مقارنة للقدرات العسكرية بين المغرب والجزائر. أهلاً بك. هنبص على الأرقام والمعلومات المتوفرة، يعني تعداد الجنود، القوات البرية، القوات الجوية، الصواريخ والدفاع الجوي، وكمان الميزانيات. تمام. الهدف إننا نفهم الصورة اللي بتقدمها الوثائق دي بشكل موضوعي طبعاً. خلينا نبدأ. بالفعل، يعني المصادر دي بتدينا مجموعة بيانات للمقارنة، والأهم زي ما قلتي مش بس الأرقام المجردة، لأ، إيه اللي ممكن تعكس الأرقام دي؟ يمكن استراتيجيات مختلفة، توجهات معينة، ده اللي الوثائق بتحاول تلمح له. تمام، نبدأ بالعنصر البشري، الجنود. المعلومات بتقول إن القوات الجزائرية حوالي 567 ألف فرد إجمالي، مم. منهم تقريباً 130 ألف في الخدمة النشطة. المغرب العدد الإجمالي أقل، حوالي 400 ألف، لكن نسبة النشطين أعلى، حوالي 200 ألف فرد. إيه دلالة ده؟ دي نقطة مثيرة للاهتمام صراحة. يعني الأرقام ظاهرياً بتدي تفوق عددي إجمالي بسيط للجزائر، صحيح. لكن في نفس الوقت المصدر بيشير لنسبة جاهزية أعلى في المغرب، عدد أكبر من الأفراد النشطين، فده بيخلينا نتساءل حسب منطق الوثائق دي عن الموازنة بين الحجم الكلي للقوة وبين الجاهزية الفورية أو القدرة على التحرك السريع. طيب ولو بصينا للسماء، القوات الجوية، المصادر بتتكلم عن عدد أكبر بكتير للجزائر، فوق 550 طيارة عسكرية، عدد كبير فعلاً. وبتذكر تحديداً مقاتلات روسية، السو 30 والميج 29. طيارات معروفة بقوتها. في المقابل المغرب حوالي 250 طيارة بس. أقل بكتير، النص تقريباً. لكن المصادر بتركز على نقطة تانية، إن المغرب عنده تكنولوجيا أمريكية بتعتبرها متقدمة، زي ال F-16 فايبر ومروحيات الشنوك. هنا بقى بيظهر التباين الواضح اللي المصادر بتشير له، الكم مقابل الكيف أو النوعية التكنولوجية. بالظبط. الجزائر عندها تفوق عددي واضح في الأرقام دي، لكن التركيز في حالة المغرب على أنظمة غربية معينة، ال F-16 فايبر تحديداً، اللي بتعتبرها المصادر متطورة جداً. وده ممكن يعكس أولويات مختلفة؟ ممكن جداً. يعني ممكن نستنتج من المقارنة دي إن كل دولة ليها أولويات استراتيجية مختلفة في بناء قوتها الجوية، زي ما بتوصفها المصادر. طيب، ننزل على الأرض، القوات البرية، الدبابات والمدرعات، إيه الوضع؟ نفس النمط تقريباً. المصادر بتقول الجزائر عندها فوق 1000 دبابة قتال رئيسية. 1000 دبابة؟ وبتحدد إن معظمها T-90 الروسية، بالإضافة ل 6000 مدرعة متنوعة. والمغرب؟ المغرب حسب نفس المصادر حوالي 600 دبابة، أقل طبعاً. صحيح. لكن منها دبابات M1A1 أبرامز الأمريكية، ومعاها حوالي 2000 مدرعة. يبقى تاني نفس الفكرة، عدد أكبر للجزائر والتكنولوجيا يمكن أحدث للمغرب. هو ده النمط اللي بترسمه الوثائق، تفوق عددي جزائري في الدبابات والمدرعات. وفي المقابل إشارة لامتلاك المغرب لدبابات أمريكية الأبرامز اللي المصادر بتعتبرها متطورة تكنولوجياً. المقارنة بين الT-90 المنتشرة والأبرامز الأمريكية ممكن تعكس استمرار التباين ده بين الكم والنوعية اللي الوثائق بتركز عليه. طيب، نقطة حساسة كمان، الصواريخ والدفاع الجوي، المصادر بتقول إيه هنا؟ هنا المصادر بتذكر إن الجزائر عندها أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى زي ال S-300 الروسية. ال S-300 المعروفة. أيوة، ومعاها صواريخ إسكندر إي الباليستية التكتيكية. والمغرب، إيه الجديد عنده؟ المغرب المصادر بتقول إنه حصل مؤخراً على نظام الباتريوت الأمريكي، الباتريوت، وكمان أنظمة سكاي دراجون الصينية متوسطة المدى، وصواريخ جو أرض زي ال EGM-65. يعني تنويع في المصادر. بالضبط. اللي ممكن نفهمه من المصادر هنا إن في نظام دفاع جوي متكامل وقديم نسبياً عند الجزائر، ال S-300، وده ممكن يوحي بخبرة تشغيلية أكبر. منطقي. في المقابل المغرب يتحرك زي ما بتذكر الوثائق لتنويع المصادر وتحديث الترسانة، أنظمة غربية وصينية. وده بيطرح سؤال مهم بتشير له طبيعة المعلومات دي، إزاي هيتم دمج الأنظمة الحديثة والمتنوعة دي بفعالية؟ وهل ده أفضل من الاعتماد على نظام واحد مجرب ومتكامل زي ال S-300؟ طيب، كل الأسلحة دي بتتكلف فلوس أكيد، الميزانيات عاملة إزاي حسب المصادر؟
الأرقام المذكورة بتقول إن ميزانية الدفاع الجزائرية بتتراوح بين 10 و11 مليار دولار سنوياً. مبلغ كبير. والمغرب بين 5.5 و6 مليار دولار، يعني تقريباً النص. فرق واضح جدا. ولما نربط الأرقام دي بالمعلومات اللي فاتت بنلاقي إن المصادر بتحاول تفسر الإنفاق الجزائري الأعلى ده جزئياً بالاعتماد الكبير على شراء معدات روسية بكميات ضخمة. تمام. بينما بتشير إلى إن المغرب رغم إنفاقه الأقل بينوع مصادره بشكل أكبر، أمريكا، الصين، دول تانية. فده ممكن يعكس استراتيجية مختلفة في استخدام الموارد الدفاعية المتاحة. في نقطة أخيرة ومهمة جدا المصادر اتكلمت عنها، سؤال عن نتيجة أي مواجهة عسكرية محتملة. يا ترى قالت إيه؟ الإجابة اللي بتقدمها الوثائق كانت واضحة وحاسمة بصراحة، إن أي حرب هتكون كارثية على الطرفين وعلى المنطقة كلها، ومفيش غالب حقيقي فيها. يعني مفيش منتصر؟ بالضبط. المصادر بتأكد بقوة إن قوة الجيوش دي مش هي العامل الوحيد، في عوامل تانية كتير: الجغرافيا، التحالفات الدولية، الوضع الاقتصادي، حتى الروح المعنوية والمقاومة الشعبية. كل دي عوامل مؤثرة. أكيد. والخلاصة اللي بتوصل لها الوثائق دي إن في حالياً ما يشبه توازن الردع، وده بيخلي الحفاظ على السلام من وجهة نظر المصادر دي هو الخيار الأكثر منطقية للكل. تمام. يبقى خلاصة اللي بتقدمه المصادر دي هي صورة مقارنة بتوضح نقاط قوة عددية للجزائر في جوانب معينة، زي العدد الإجمالي للقوات والطيارات والدبابات. صحيح. وفي المقابل في تركيز مغربي على التكنولوجيا المتقدمة ونسبة أعلى من القوات النشطة وتنويع مصادر السلاح، كل ده بميزانية دفاعية أقل. لكن الأهم من كل ده هو تأكيد المصادر نفسها إن الهدف من المقارنة دي هو الفهم الموضوعي للمعطيات، مش التكهن بنتائج أي صراع. بالضبط. ويبقى في سؤال أعمق للتفكير، سؤال بيتجاوز الأرقام والمعدات اللي استعرضتها المصادر دي، وهو إزاي ممكن تختلف العقائد العسكرية نفسها أو الفلسفات الاستراتيجية اللي وراء الاختيارات المتباينة دي في التسلح وتنظيم القوات؟ وإيه اللي ممكن يعنيه الاختلاف ده للمشهد الدفاعي والأمني لكل بلد على المدى الطويل؟ يعني ده جانب يستحق نتأمل فيه أبعد من مجرد المقارنة الرقمية البحتة اللي قدمتها لنا الوثائق. نقطة مهمة جدا للتفكير فيها فعلا. شكرا جزيلا على هذا التحليل. الشكر لله.